وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وأزاح الظلمة، تركنا على أبلغ حجة وأبيض محجة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الحضور، نقف إلى جانب إخواننا في الدار الآخرة، سبقونا إليها ونحن بهم لاحقون. قال جل وعلا مخاطبا سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالرضا بقضاء الله وقدره، الرضا بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان، إذا فقده الإنسان اختل إيمانه، فينبغي أن نرضى بقضاء الله عز وجل. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا عليك لمحزونون يا إبراهيم، ولا نقول إلا ما يرضي الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما بعد، ثم أيها الحضور الكريم، هؤلاء سبقونا إلى الدار الآخرة، فينبغي أن ينظر كل منا إلى نفسه ونهايته ومصيره يوم يكون في هذا القبر ماذا قدم. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ما تعملون. فحينما يموت الإنسان يطوى السجل ويرفع إلى العلي الأعلى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فيجد النار أمامه، فاتقوا الله ولو بشق تمرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى أن يجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم، وأن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شفاعتكم للفقيد رحمة الله عليه مقبولة إن شاء الله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم تقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ونبيك وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ربنا ارزق أهله وأبناءه وإخوانه الصبر والسلوان، وجازهم أجر الصابرين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهل هذه المقبرة جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم جميعا يا رب العالمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم، وانصرفوا الجو حار. بارك الله فيكم.